شلون انا خليني لو جديده ضايق تبخ بيوخن خنق لخيته هر يتممخ او دراشة ديين تكلل من دي الى رويثة شكينة يوروب. رويثة شكينة يوروب طبعا مراني رويثة شكينة يوروب الى يعني القارة العجوز اوروبا الى رويثة رابع صارت 0.3 جو امه ونآت الدوس خاص معدلات اعمار قارة يوروب الى يعني سام زودة اشتي والله يعني القارة العجوز بالفعل الى يمري القارة العجوز لان الاعمار الشبابيه بيوروب الى باصرتي للطلاب يعني ودخل مقارنه ماس خمرخ بشاب يعني بعليمه شباب مرحله الطفوله امرخ ومرحله الشباب شام زودة شيخوخه اثقاوديه ملاحظه اولا قمياث لي ملاحظه دي بس يود استعراض قمودينا باصوره شكينه يوروب اثنين يطلع فعلاثه بيخ درشخ لي امرخ لي خا الى كليثة المفهوم ما صمرخ الثقافي برميثة مردوتانيثة قشكينة يوروب ودخينا يعني دخينا غزاي لو جيبه دخينا خيار اللي ممكن زيادة سكان يوروب يو خامت خاصة مثل قوم صناعتنا يرابا بشوالا زد ولا اكت يوروب شوانيلا ما صمخ ولا شوارتا قالة دي من زراعة لصناعتها ونبدل لها خيوثة دي ونبدل لها رابا سيستم جو خيوث دي زد له شكينة مليانة شكينة بموجب الاحصائيات زد ولا يعني هيك جو مخدم مدينه مخ مانشستر لندن دوكا بس خاص الاخب اشتي والله الخاص البطل قراوات ولايات ريانا بصره من يانا ديهن هل سبب الى حروب وبصره من يانا ديهن لا مسخمر خوي السبب ما مسخمر سبب رئيسي الى انه يعني مفهوم ديهن ثقافه ديهن تخمون انه لبيت مزدي بيثوثه قطوسه مالو خيله من اشتي خاصه البو تشام واشتي والله ولا مفهوم انه بخت وقوري يتفقون انه يابا بخت مبلغ موانع ما الاخ مغديله ما تدخل مكليث الطانه مبلغ لمكليث الطانه بشكيم رويخه بطرشيت البا وتشام واشتي او اتي طانه يتمودي مكليث الطانه مناديه يا لوكن جديده يعني منع الحمل بدو بصله بخته قوره وهذا اتفاق انه شغله منع لبيت بيشه حامل او طبعا سبب انه مبلغ موانع الحمل درمان يعني حبوب ينحب مبلغ خالي ولا بيشه حامل خايم او تري وخاشته وتري يا اي بيثوث مو بيشه قاوي لا تلبنونه لا تليوبالي اجيال تقيمي ما صمرخ وما قيم بنونه وزيدي وتكاثرها قاوديه ونمو يعني زامتي له اي خا من دي تري الى يعني ما صمرخ اتا جو يوروب إلى بلاخة الودر من بيث وطبعا او سبب يعني بختة بلطلة ودر من بيثة وطبعا منشولة كل مفاهيم أسرة يعني ما خمرة بلاخة بلاقي له بخيوثة يا خيوثة يوروب كل التكنولوجيا له صناعة له ومطورانوثة له تقدم إلى أي بختة قديرة بلاخة ليلة وايلك هذا من بيثوثة دي يعني ما خمرك حتى يعني التقارب الأسري أو الدفء الأسري يعني وهذا قريروثة من دوقة بقوا بيثوثة دي فهالبت أو نوع يعني تقريبا أو وايل خعامل خعاودة إنه مبصورة من رويثة زيادة شكينة يعني 0.3 خي خيتك أو رقم رابع صورة 0.3 قومة رقم من يانا دي باصورة إلى درجة بصراحة إن شغلخ له مقارنة قارات خانة راب باصورة ممكن زيادة جو أمريكا تيمنيته بش هاي ربثة من يوروب ممكن إلا جو أمريكا بقى أمريكا قربيته جو آسيا أفريقيا بس جو يوروب باصورته له مرنا وأسباب من دي خانة 3 عغارة بيثوثة رخشته عغارة بيثوثة صب سبيقة رخشته عغارة بيثوثة صب سبيقة طلاب يعني ما صمرخ وأول من دي وايلة ضعف جو أيكا جو أسرة بقاندية من يانا بقاندية يذوت الطلاب هي من الخمن دي يعني جو يوروب احتمال كنت أسرة مقتنعة لأنها وتلي خبرونا خاطري بس مليانة لقالة أو لها وتلي بعد هتخاو مفهوم ديان كلتشر ديان مردوتها ديان هتخلوا هاي يعني هتخنق الشوق لهن أنه
خيوثة زامتي له اقتصاد دخل تاوي معيشة ديهن يعني هتخ بداوته أو بيجوز هاو تقاعس حتى ما قيمت بنونه بقاني تقاعس هاوي قاعد موضوع فأول إلى وهي سبب قد أنه بصرت حقيقة المجد وإلى باصروثة جو زيتت شكينة وبهدخة بيثوثة بدو اتجاه شيتا بطر شيتا دخل وقاعد يعني خاشة سبيقوثة امتي يعني فراغ وإلى سبيقة زيرو حقيقة وبهدخة قائم له أنا بيشي قوريما وإنه ويعني عجلة خيوث هدخل لأنه هاي بنون أجيال قيمي وهكذا يتكاثرون فيتخازي بدور بسطة يملك زيادة يورب بس زيادة راب باصل يا 0.3 لا رقم لا هيك نهائيا لا رقم ومري قالوا أن إيوه أسباب خاقي خيتا مرن معدل إلى 0.3 أسباب دي أنه بختة وقورة حقيقة مبلوخة بختة مبلوخة من الحمل حبوب هذه مرخلة بصراحة مكليثة طانة مكليثة طانة أو منادي يعني منع الحمل لبت بيش حامل بختة لبت بيش ياقرت لبت مهوية بنوان بنات لبت ميثة ما صمركوا يوم بفر يوم خاصة يعني يومان ورا إلى زونة ورا إلا وأنا قلت له وأنا ممكن بإرادة ديهني الوالد لو مندي أنا بقانه وأنا أرضاي لو مندي خينا بلاخة بلاطة الودر بيت خاصة بختة عندي لقورة جو قغلة خيوثة جو مشاغل الحياة جو عسقوثة دي فمن شو لقاودي يعني أول دفع الأسر شاخينوث بيثوثة ليلة ويا يعني حقيقة تواصل قاودي وبهدخة بدو من دي منطق النتيجة إنه بيثة ما صامرخ معدل دي راخش سبيقة 0 يتجه إلى 0 حجم دي عغارة دي وبهدخة لها قاودي خامن دي يعني يمكن أنه يستدل أنه نمو سكاني بشتة يوروب أو يوم ما يخص رواية تشكينة يوروب شقلن جنسة ريشاق يوروب كميلة من يعني تشكينة يوروب معدل السكاني يوروب كميلة دهب آثر بشانخ الموضوع الدياني أو خراي إلى جغرافيا أقنوميتا يوروب أو الجغرافيا الاقتصادية يوروب شغل خلي بالتري مجالات مجال الزراعة ومجال الصناعة زرعتها أو صنعتها آثخ بالنسبة للزراعة يوروب الزراعة يوروب يعني خباطة بيوق عنوان خباطة إقنومية نشاط الاقتصادي جو يوروب بشكل أخلاقي بترى قطاع إلى خباطة زرعة عناية جو يوروب خباطة زرعة عناية طبعا خكمة محاور قاودي القطاع طبعا اخني يمرخ قطاع الزراعي لا بس مجرد زراعة بقاني زراعة نباتية لا حتى الثروة الحيوانية عثرة خيواية يا ورق بدو مجال إذا لخ مرخ بشكل اختار اتجاهات قاودي زراعة يعياثة زراعة نباتات دتري عثرة خيواية الثروة الحيوانية عثرة خيواية أوكي ده بآثخ خازخ مودينة يعني حيثيات أو تفاصيل ده موضوع بالنسبة للزراعة هل بيتها الزراعة ناجحة لك مقومات عندي لأن مقومات ما صخمرخ استخصى برناشاي بشري عندنا طبيعية أكيد طبيعية إنه والبشرية يثيا بثردي بالنسبة للمقومات طبيعية جزرعة بيورب مؤهلات دي إن كالآتي أتلخ لخها مزاغة بالسيمة مزاغة تقولة مزاغة أمرخ مناخ تقولايا معتدل يعني إث بريوثة قاودي بريوثة من مو بالنسبة للمزاغة بريوثة مية مصادر المائية مية وأنا مية مكيافي أكيد من نهره وأن لها ما صمرخ نهري لخا ومن دي خينا نهر إيما بالخيلة هالبت إلى ريو بزل هالبت مشقيته بس خام دي خينا 100 ثايلة من خام دي خينا من 100 مطرة وتلقى أمطار والثلوج مطرة وتلقى هالبت أو وايل خاصة من دي خينا الأخ أتلخ لخا درجة خيموثة يعني من درجة خيموثة تقولت هاي درجة خيموثة إلى هيرنتا رويثة يعياثة كناية من دي خينا عبرة كهينة إلى الخيمة قزرعثة عبرة كهينة إلى الخيمة قزرعثة أبا وإلى سبب قامنتيتت زرعثة جو يبشتت يوروب طبعا أخ مريني سامزودة من يوروب يودي اعتماد 100 مطرة وتلقي 100 مطرة آثي ما صمر خاوي سبب رويتة محاصيل الزراعية علاثة أزرع ثنايا بكل اتشديهن
شوباني لها وقاودية مطراثة فمودي هاو بديل. البديل هاو أرخت مشقيثة. أرخت مشقيثة يعني مو السقي والري. مشقيثة أنا يعني جرانتي له قرب أمطار معدلات أمطار خيلانها وأكيد في حال مثلا الموسم ويل الجفاف قاودية أو نوع من حالة فيلتجئون الأرخة بديل إلى مشقيثة إلى السقي أو الري. السقي والري فلخا إلى خا أرخة بالخيلة كبديل بالنسبة للتعويض أنه نوعا ما مثلا موسم مطري لها رابة وطبعا هلبت يعني خزانات والسدود سكرة يوروب فريينه فلها يري بدوا جيبه من جيبة مشقيثة كربات زرع ثنايا أو يعياثة بقانه. مندي خيانة لخا الثاني مندي تخص جواب إلى زرعثة زنانيتا. زرعثة زنانيتا بمعنى زراعة متنوعة. زرعة خيانة يمرية زراعة تكتونية. زرعثة تكتونيتا يعني يودي استغلال كل طبقات الأرض حتى دكان رامانة عندي لتلة قرارينة لبخة سفوح حكمة طورانة عندي ممكن زري قاودي يودي لاستغلال قادها زراعة يعني لتخا شوبات لنا مخشخلة قا زراعة بيوروب. يعني حقيقة أنا لخها مثلت لي بهولندا يمري هولندا لتخا شوبة قاودي لتين زرية قاودي زروثة وخاصة وردة. يعني الشعب الهولندي اتلخ نوع من الحس خاصة جمالية الطبيعة. يعني هولندا بالأثرة شابيرة وردة ايكت آزت زرت وردة. ويقال أنه هولندا يعني شخص شاب أو شاب شقلي شهادة ماجستير ودكتوراه ودراسات عليا جو زراعة بس في سبيل مو زرع حديقة دي وزرع مديتة دي يعني تغذية كيلومطية وعي كيلومطية زهيروث يعني كالتشر دي ثقافة ديهن أنه يستغلون كل مناطق شوبانة إينا زرعتها. رعاة زرع ثناق يوروب راب الخيمنة مري قالوا دشياث روي خيد قاودية مية بريانة مزاغدية من درت خيموث راب السيمينة مطراثة رابينة قاودية يعني أوروبا خاص قاودية كل بنياتها دي كل طبيعة لو بس يموث لو شبرة يعني خامن دي من آله وتلابه من دي فإذا لخا خامي بالنسبة للزراعة زراعة زنانيتا. زراعة زنانيتا يعني زراعة المتنوعة يعني تعدد المحاصيل الزراعية لا بس يكتفون انه يقرا ديان دارين لخا محصول زراعي. مثلا جو اسيا اكثر شيء ده رزه معروف الى جو اسيا من وخطه وصاري بس لخا جو يوروب خازق ات رزه بس اكيد ده مخدي له جو اسيا كميات اقل بس اتلخ لخا خطه وصاري قمح يعني وخاصه اوكرانيا معروف الى اوكرانيا بزراعه الخطه هدي رابع اخني ثانيات قمخ اوكراني معروف يعني حتى علم اوكرانيا يعني خاصه الذي علم اوكرانيا الى اتلخ قينا علم اوكرانيا زي ما قلنا قال علم اوكرانيا عزيزي علم اوكرانيا جو يوروب اوكرانيا ولا اوكرانيا قصدي حتى علم اوكرانيا. طبعا اوكرانيا معروف في الاث مساحات رابر ويخه قاوديه زرعه خطه وصاره حنطه والشعير قصدي علم اوكرانيا لخ اي ميلانوثا شميه لو اي زروثه مو يعني خطه يعني شميه سماء على منطقه اروخته من الصفار يعني من خطه وصاره الحنطه والشعير. فاذا اوروبا معروف لهم يعني زراعه خطه وصاره اطلق لخ خطه شماي امريكا ذره اباني معروف قال شقمن يرقي فيك يعني خضروات فواكه بكل انواع دي حدث ولا حرج كما يتقاودي فواكه ومتنوعه وخضروات بالنسبه لزراعه يعني زراعه نباتات جو اوروبا. باثر خاقه بخينا امريكا زراعه خيوات عثره يعني خيوات اوبان يورق قطاع الزراعي هلبت عثره خيواي معروف في جو اوروبا. بالنسبه المراعي الخصبة إيثن جو أوروبا يعني خاصة المنتجات الحيوانية أو من دي معروف يعني ياث الذهب يمرت لأجبان وألبان وفرنسا معروف إلى فرنسا بأجبان وألبان دنمارك أوباين مراعي رابة قاودية يعني دول تستغل أراضي دي مصر إمكانيات ديهن ما بلخي يعني أساليب علمية تكنولوجيا في سبيل دخي مطوري أو قطاع مو بالضرورة هاو الدولات هاو تلاقي نوطة قد يازي يودي بس يعني اعتماد النوطة النفط الغاز جو خيوثة دينا قنومية تحت اقتصادي لا بدأ الخين الزراعة بدأ الخين يعني أخنا نقول عراق يدخل استغلال الزراعة وثروة حيوانية يعني ما شاء الله ده عراق بديل نوطة بديل يقاهنا بس ما بأمرت يعني أخلخ ظروف يعني ترابع عوادي يوري جدا انه لا عدم استقرار شاق له بالنتيجه لا ما طخ ليهن بس جو اوروبا استقرار ديهن ويعني تسخير كل امكانيه طاقه ديان في سبيل موفري ماس خمرخ
يودي تطوير من خا قطاع مغدي له زراعه مغزي زراعه زي اخر لا خايبش لو على اثي الصناعه يوم الصناعه يوروب باش خيل انت لا اوكي ايوه ما يخص قطاع الزراعه يوروب وارجو انه له استفاده من دو دراسه من دو درس ده مشانخ الصناعه جو اوروبا وهو الموضوع افقاودي خدش ابعاد و نعم طبعا صنعثة جو يوروب ذهب آثخ موضوع خينا صنعثة جو يوروب صناعة في أوروبا آتي يد صنعثة بش إتلا شوبة قطاع الصناعي بش إتلا استثمار بش إت بلاخ جاودي بش إت عاود جاودي بخلط أيدي عاملة من زراعة يعني الصناعة تعادل أضعاف القطاع الزراعي جو يوروب هلبت يوروب إلى معروف إلى قارة صناعية ولعلمك يوروب إلى الصناعية ممكن بش من أمريكا بكندية بش من أمريكا وكندا بش من آسيا بش من أفريقيا بش من أمريكا لاتينيتا أمريكا تيمنيتا طبعا أكيد أسباب دي أسباب خا متعلقة إلى بالثورة الصناعية بريوا لجو شو رأي دارت مانيس سرقو يوروب ودخي ولا قفزات ما صار مشاني ثانو يوروب شونيلا من زراعية إلى صناعية بس أكيد مقومات يعني طبعا مقومات كل صناعة ناجحة تعتمد على مو اتلخ رأس المال رش ماله اتلخ إيثوثة هولة كتة أو الهولة كتة المواد الأولية هلبات من معادن خبرة فلزاية ولا فلزاية خبرة فلزاية ولا فلزاية اتلخ طبعا الإدارة أكيد مدبرانوثة هلبات اتلا باين تأثير إدارة لهنه رأس المال مريني قالوا خان اتلخ مصانع هلبات مصانع يعني رأس المال يمرخ أنه دولة تخصص مبالغ قطاع الصناعي وتطوير دي له حكومي وندي له أهلي أطول سلخة خبرة معادن مواد أولية دخ قيمة بصناعة مواد أولية جو يوروب أول ما دي المشورية إيوه شخرة فحم كل أنواع دي يودي والاستخراج خبرية ومناجم فحم يودي نفقات أزيوب قطارات ياما هي لنا ضحايا جو يوروب خاصة جو إنجلترا في سبيل ما بلطيوة شخرة نبليوها المصانع ما بلخيوها الأخطاق أخ باور قام بلخت لنا مصانع ديهن إدارة ناجحة رأس المال مخمري قالوا أني إني عاودة طبعا بالنسبة لأهم الصناعات جو يوروب رابن الصناعات خاصة الصناعات الثقيلة هل دقلة من أسلحة زينين دقلة من أتنبيلة راديات دقلة من حفريات عجلات مركبات بكل أنواع ديهن ما صمر كل أنا الصناعات أوروبا وأكيد الدولة بش معروفة جو صناعة جو أوروبا إلى ألمانيا يعني ما تقبل غلط يعني ألمانيا وبعدين اطلق دولات خينة ذهب آثخ الماشي مدية لنا تفاصيل خينة بس لخا شو رايت بداية ما صمر استخدام الصناعة شو رايت مبلختت صنعته جو يوروب واعتماد أكثر شيء على الشخرة فحم الحجري شخرة آون بس بعدين بلط له نوطة بطروا الاكتشاف نوطة بيش له بديل الشخرة ده تقريبا شخرة بيش له خامدي بدائي شرواية ده نوطة آون إلى شغالة شوبدية بالنسبة للتوزيع الجغرافي دول صناعية جو يوروب أو يمرخ أوروبا أو قلب الصناعة الأوروبية النابض إن الدولات كالآتي جرمانيا ألمانيا دولة صناعية بامتياز 100% مجتمع صناعي ما شاء الله ألمانيا كل مدي خيلنت لا قطوبة قو صناعة معروف إلى ألمانيا بدون مدي أتيالخ فرنسا دولة صناعية إنجلترا أكيد ودخت أمرت إنجلترا وباين طبعا أساسا الثورة الصناعية صناعة ما كان بشوريث بيوروب من إنجلترا أنا بشوريث يا عزيزي إنجلترا آيني وسباقة قد أنه ثورة الصناعة قوم صناعة ثنايا مشارة قاودي ومشان الدكان خينة قاو يوروب اتلق دولات خينة متطورة قو أنه سويت أوباين سويت دولة صناعية لا بأس بيدي حقيقة خاقا زين وقو ناشونال جيوغرافي خا تقرير بالنسبة للصناعات قو سويت حقيقة يعني من دي عجيبوثة مطروسة السويد معروف إلى فولفو شركة فولفو كل إنتاجات دي أتنبيل الزوري قوري قلابات ريلات شاحنات باصات
كل من دي يعني ماركة فولفو. فمغزوية صناعة دخل تقسيم العمل، دخل نظام ودخل سيستم تخصص كتخة تخصص دي، ويعني خام دي خاش ولا رابع عجباني حقيقة. فين السويد أباين دولة صناعية. لا ألمانيا هلبت معروفة بسيارات مرسيدس، بي ام دبليو، اودي، اوبل أكيد. ألمانيا سكودا أباين دا، جرمانيا، فرنسا اتلوخ نبيلة وباين طالسة بيجي ولا رينو. اتلوخ انجلترا باين دولة صناعية هلبت اتلوخ ها آتخ أني دول طبعا روسيا باين دولة صناعية مخجبنك. طبعا روسيا أوروبية أكيد، روسيا كل مجالات دولة متطورة بالصناعة، من أسلحة، من عجلات، مركبات، مديانة مبل خيلي قطوس أمرخ يا صناعات يا روخ مكاني لا اتلوخ لخ قطاراتينه سبينه غزل ونسيج، معامل كل تخصصات ديان، كل مجالات ديان معروفين بصناعات جو. طبعا روسيا خامنهن اتلوخ آثب درجة تري أني بالدرجة قمعين آثب درجة تري يعني مناطق صناعية جو يوروب اتلوخ لخا شمال إيطاليا، قربت إيطاليا، وبالأخص منطقة لومباردي. منطقة لومباردي اتلوخ ميلانو، تورينو، هالبات أن مناطق صناعية بامتياز. طبعا الصناعات الإيطالية لا طشي الأبخى أن الصناعات متطورة. أنا اتلوخ أن مكان موطة دوندرما كلها إيطالي، غسالات درجة أولى أوتوماتيكي، وأبغى غسالات عادي صناعة إيطالية يعني أكيد. أتنبيلة إيطاليا معروفة بصناعة أتنبيلة جي ال، فيات جي ال يعني حتى إيطاليا دولة صناعية لها بامتياز، خاصة بالشمال يعني خلخها مصعد إيطاليا تيمنا دي بل 3 صناعات خيانة مدينة جوهنا. اتلو بالنسبة لإسبانيا اتلو كاتالونيا بالاخص مدينه برشلونه معروفه الى مدينه صناعيه، بس انها شوبانه خينه من اسبانيا بل زراعه بشرى بها قاعد هنا برتقال على كل انه ما يخص امرخ دول اوروبا الشرقيه اوباني دول صناعيه نوعا ما متاثرين وابدانت ايوه نظام اشتراكي دول اوروبا مدينه بلغاريا، رومانيا، يوغوسلافيا بدانا دي يوغوسلافيا القديمه انه كلها ايوه دول معروفه بصناعات ياثيو شركات يوغوسلافيه روسيا سوفيتيا امريكا بدانا دي رومانيا اثيو لخ يوديهم مشاريع صناعات امريكا ماصها امريكا بنى تحتيه خقو عراق خاصه معروفه يوم دي الدولات يعني مش اقل صناعه صناعيه يعني بس سام زوده لنا صناعيه مغدان قامت تخرخنا مغديله المانيا فرنسا انجلترا هولندا سويسرا لنا مغدانه يعني اقل يعني مثلا اطلق يونان ممكن اطلق صناعه بس زراعه سام زوده بشرى بالقاودي. اسبانيا انا مري قالوا بس محدد لي ان اسبانيا بس جو برشلونه الصناعات وكان خيانه ممكن لها اطلق برتغال ابا الصناعات بس ليله بشهنا مخدينا دكانه خيانه قطوسه ان ايوه يعني ما يخص بولندا الصناعات قاوديه بس هل مورخ لبريزه المانيا وفرنسا وانجلترا لا مصحنا بس دوله صناعيه حقيقه انتم منتجات بولنديه اتنبيله بولوني نايسه معروف صناعات بولونيه رابه من مكائن ومن ماس امرخ ادوات مكائن منها كلها بولونيا معروفه بولونيا بلغاريا نوعا ما ان كل ما مري قالوا ان متاثرين بالنظام الاقتصادي يعني ماس امرخ البنى التحتيه الصناعيه دي المنظومه الاشتراكيه دول اشتراكيه ما دي الاتحاد السوفيتي بلغاريا رومانيا يوغوسلافيا بدانا دي دابش جمهوريات ان كلها بولونيا اوكرانيا ان كلها توالى منظومه اشتراكيه أو ما يخص تقسيم الدول أو الصناعة قاودية من قلب أوروبا متخراني خامن دي خينة بالنسبة ما صامرك منتجات الصناعية احنا مرن شرايا بالنسبة لقوم صناعة ثنايا إشارة التي قوم صناعة ثنايا مشرايا دارت 8 السر جو انجلترا أو أمريكا دارت اتشاسر طبعا مشونيلا يوروب بيدية من طوعة زرع ثنايا لطوعة صناعة ثنايا بشلة أوروبا معروفة لأن الصناعية طبعا الثوره الصناعيه اي ثوره يعني انه ما صمر دخل يودي تحسن او نمو او تطوير من ما صمر من اقتصاد اقنوميه كنت اثرى فلخها من انجلترا مشوريله قوم صناعه ثنايا مشوريله من انجلترا قومه ثوره صناعيه قوم صناعه ثنايا مشوريله قاو انجلترا انجلترا اذا سبب تطور اوروبا من صناعيا يعزو انه سبب انجلترا يلبي اكيد بدا سام زوده طبعا اخ متهلي اساس قاطع الثوره الصناعيه باوروبا ود الاعتماد الترمدياني خا نظام المعامل تقصت معماله تري اختراعات او براءه الاختراع قمله دوله يعني كنت ثيله مثلا يا وتخا ماكينه مثلا قمثه ماكينه خياطه او اذا صناعات منزليه ثيله متهله مصانع
متالي ماس خمرخ زولة أو معامل نسيج غزل ونسيج إيوه متكونة من 8 إذات اخطبوا دخي هاوي مرخشي ولا بس جلد هاوي عمال كشخي ورابة بيديه. فإذا لخا فكنت اختراع إيوه واد لكل دولة جو جامعات خاصة لخا يويو حوافز خكمة يويو حوافز مخديو جو إنجلترا جو جامعة أكسفورد مخديو جو جلاسكو مثلا أباي جو اسكتلندا يويو حوافز جو برلين جامعات شوارع هذا تحفيز براءة اختراعات فكنت ياود اختراع وهدخا يعني ويلا تطور من دي خينا بالنسبة لنظام المعامل متالة تقدير وقت معامل متالة أجور والاتفاق الذي متالة قوانين تتعلق بصحة العامل أن كل إيوه أساسيات تطوير الصناعة قدنا دولات وهدخا ماسخ أمر بامتياز أن أوروبا إلى قارة صناعية والفضل يعزو إلى إنجلترا خاقي خياتي أمرخ إنجلترا بالثورة الصناعية بيا إنهم شونان أوروبا من زراعة إلى صناعة ودلخ طفرة رابا قورتا ودي يوم غزايخ أن أوروبا إلى قارة صناعية بش بلكت إلى بش ربثة من كل قارات قداقة مجال هاوت بسيم رابط طلاب وخذيلا فقط ديوخون إن شاء الله ودلخ استفادة من دوا دراسة شكرا قادر بسيم